السلام عليكم. أول شيء تكلمت عليه في برنامج الجمهورية الثانية، سواء في المكتوب وقت اللي كان السيت فيه 24 ايتام، ولا حتى في برامج تلفزية وقت طلعت على الميل سايت، ولا حتى بالفيديوهات، قلت أن العمود الفقري لهيبة الدولة وللدولة هو القضاء المستقل والنزيه. وفي الكلمة دي نحب ننظر ونلفت نظر التونسيات والتونسيين إلى المخاطر التي تحدق واللي باش تحول ما بيننا وبين الغاية هذه، وأن تكون تونس نهار آخر دولة قيامها العدل والعدالة. ما راني إلا قضاة بالروبة متاعهم يتظاهروا في وسط جماهير طالعين باش يعتصموا في القصبة. هذا شيء مش معقول. إذا كان اليوم القاضي صار يتصرف كمواطن عادي، هذا مش معقول. حرية التظاهر يضمنها الدستور لكل فئات الشعب، ما فيهم القضاة. في بلدان متقدمة راهو قضاة يخرجوا يتظاهروا، لكن يبداو محميين في مكان، الشرطة ما تخليش شكون يقرب لهم، التلفزة تدخل لهم ويعبروا على مقصودهم. ما مراش قضاة يهبطوا مع الناس في وسط دي بونكارت وشعارات بالروبة نتاعهم. يا سيدي في وسط العباد هذوما كي يندسوا لك الناس من ذو نوايا سيئة ويدزوك بك الروبة هذيك هيبة الدولة. واللي زاد من غير ما نسمي اسامي، فما حاكم مظلوم معروف في تونس باهي ظلموه قبل، الدولة رجعتك تخدم ككثير من القضاة مظلومين، ولكن القضاة هذوما يلزمهم يفهموا وأنه الشعب التونسي الكل تظلم وقت بن علي. مش أي واحد باش يقرر كي يرجعوك تخدم وعطاو قيمتك في المحكمة، مش معناتها أنت باش تنظفها، مش من مهامك، هذه مهام سياسية. القاضي الدولة توفر له الاستقلالية بقوانين مطروحة أمام الشعب وبقوانين لعبة الشعب يوافق عليها. القضاء مش القضاة هما في الدول المتقدمة هما اللي باش يحدوا صلاحياتهم ولا باش ينظفوا المحكمة. أنا نعرف وديما نقولوا أن المحكمة يلزمها تنظيف، ولكن مش القضاة اللي يرجعوا باش ينظفوها، يلزمهم يعرفوا حدودهم ويعرفوا مسؤوليتهم، وبعبارة تونسية ما يطيحوش قدرهم. وإذا كان باش يبداو ينجروا في تيارات سياسية، سأنادي من الأولين لإزاحتهم من القضاء. اليوم كي تحب تعمل السياسة مش بالروبة متاع القضاء، نحي الروبة، استقيل واخرج اعمل السياسة. والديكلاراسيونات للجزيرة تو يبدا في مظاهرة، ما راني ما فهمتش كيفاه تمثيلية ولا وحده والجزيرة تسجل فيه. من ضلكم احترموا انفسكم، احنا معملين عليكم باش تنظفوا كليستاتك اللي تعملت بكامل المصداقية بكل نزاهة. ماكش باش تولي لنا بطل على خاطر بن علي ظلمك. الحكومة رجعتك لبلاصتك ومش باش تحكم بكل نزاهة، ومش من مهامك باش تقول هذا بيه وهذا عليه. وبرشا حكام تشكاولي ولا فيهم كلام وخايفين من الناس هذوما. المحكمة فيها لوساخ والناس كل مستعرفة بها، ولكن مش الكل سي باش تولي تبدا عندكم سلطة رجل احنا اللي نحانا بن علي. وباش نظفوا كما قلت الليستات اللي تعملت نتاع فكان الارزاق، ولو انا معارض فيه، فما برشا ناس محطوطين نساء واولاد محرومين ولو من باسبوراتهم. انا هذا الشيء عشته، ما نرضاش واحد تونسي تحرم من باسبور ولده حتى ولو بوه عام، نجيبه بالقانون، ما نحرموش باش يتحرك ويتنفس ويخرج ويمشي ويجي. فما معناتها بن علي اول واحد من الاولانيين اللي ضربته من خليت ما قلت فيه، اما مش البنات الكل عملوا فيها وعاثوا فيها فساد. وتوانسه تعرف هذا كل معناتها من عائلته الاولانيه، بناته الاولانيين مقاطعين مع ابوه، ناس ولات صايره معناتها تاع عشمات. لا يا سيدي فرقوا ويرحم والديكم، واحنا اللي باش نعاقبوهم باش يكونوا الناس اللي عملت، باش يكونوا درس وعيده، مش بوه على اخوه هذا بيه هذا عليه.
كفوا من الدعايات. وفما ناس تحب تهبط الشعب التونسي في الشماتة. لا، أول واحد حريص للمحاسبة هو العبد لله، نقولها ونعاود نقول، ولكن لمن اللي يده عملت، ومش على خاطرك أنت قاضي نرجع أزحوك نهار وقت يرجعوك باش تولي أنت تحكم شكون القضاة اللي تنحاو. هذا أمور سياسية ترجع للشعب. ما كانش باش نطيحوا كما طاحوا في إيطاليا في التسعينيات، تولي دولة القضاء، مش باش تكون دولة رئيس دولة حكم مطلق وإلا برلمان مطلق وإلا عدالة مطلقة. فما توازن والشعب هو اللي يقرر. والسلام عليكم.